عشان ده تراك مقسوم بتبقى اهم حاجه فيه انك تطلع الدرامز وتطلع الطبله والحاجات دي فيها البانش، الايقاع كله يبقى مظبوط على قد ما تقدر يعني، عشان المقسوم برضو بتاعنا ملوش شكل ثابت، يعني كل موزع او كل مهندس صوت بيطلعه بشكل مختلف عن التاني. فتعالوا ناخد رحله في ان احنا نسمع الدرامز بتاعنا صوته عامل ازاي، وبعد كده نعمل صورة على حاجة حاجة نقول الحاجات اللي اتعملت فيها. اسمع شوية كمان حتى من قبل اللوب. اعتقد ان هو يعني الميكس بتاعه حلو ودانسي وعارفين نسمع كل الحاجات كويس. يلا تعالوا نبدا من الكيك بتاعتنا. طبعا عندنا ان كونسول على كل التراكات زي ما احنا اتكلمنا، عشان ما نبقاش بقى بنتكلم عليه كل شويه. خلاص احنا فهمنا ان هو ده اللي عامل ساتوريشن. في كونسول 1 هنا اللي انا عملته ان اخترت في كونسول 1 اللي انا عملته هنا ان عندنا تايب بي في التيب ماشين، فدوت بتزود اللو. عملت فلتر بسيط لغايه 20، يعني لما نسمع ده قبل وبعد هنلاقي اللو زادت سنه صغيره. لو عايزين نستخدم مصطلح ادق، هي بقت defined اكتر، يعني بقت متقسمه اكتر. بعد كده جه عندنا الاي كيو دوت شلنا بيه منطقه وزودنا بيه منطقه. اللي شلناه ده حاجات ما كانش ليها لازمه في الكيك عندنا، هنسمعها وديت زودناها عشان نخلي الكيك تبقى باينه مع الموضوع كله على بعضه. تعال نسمع الاي كيو دوت قبل وبعد، وبعدها نسمع كل حاجه منهم لوحدها. وكالعادة مش مهم صوتها في السولو عامل ازاي، المهم صوتها مع الموضوع كله على بعضه. بعد كده انتقلنا على السنير. هنلاقي السنير فيها حاجات نضفناها. بص على الان كونسول، اتعمل عليه فلتر في الهاي شوية واتعمل عليه فلتر في اللو، وبعد كده دخلنا على التنظيف اللي هو حاصل هنا. تعالوا نقفل الحاجات اللي بعد كده ونشوف الاكيو دوت بيعمل ايه. يعني نقدر شوية نقول ان هي كانت بلاستيكي، انا خليتها يبقى فيها مور خشب اكتر. هنا عندنا الطيب A كان الاختيار بتاعنا من سوفت تيوب تيب، اخترنا ايه يعني ما قررناش ان احنا نزود فيها اللو. تعالوا نشوف الساتوريشن ده نعرف نحس الفرق بتاعه قبل وبعد ولا لا. طبعا 10 كتير، انا هرجع ل5 وبعدها هقفله وافتحه تاني عشان هتحسوا ان هو كان في سنة في ايدج كده، سنة في لسعة سنة موجودة، هو خلاها تروح. بعد كده عندنا الاس 1 ايمجر، شويه كنت حاسس ان هي ملوحه مش بتظهر في السنتر، في سنترتها. يبقى قبل وبعد هنسمع ان كان في له ملهاش لازمه. السنير كانت بلاستيكي شويه، فيها بيرسينج، فيها تردد بيوجع، وبعد كده بقت الدنيا مظبوطه اكتر عندنا. اللي اتشال ده يفضي مساحه عندنا لبقيه الحاجات اللي جايه ان هي تبقى بتظهر زي الهايات والتشيكر والكراشز والحاجات دي كلها، والصاجات كمان اللي موجوده عندنا وهكذا. بعد كده دخلنا على الفيل. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الفيل عندنا. برضه عندنا ان كونسول فلتر خفيف لغايه 50، بعدين دخلنا بالاكيو ما عملناش حاجه، بعدين رحنا هنا اخترنا بي، يبقى احنا قررنا ان احنا نزود اللو عندنا. طيب تعالوا نسمع الفيل ديت قبل وبعد الميكس كله على بعضه.
مش كل الحاجات لازم تخش فيها تعمل EQ وتحط compress و. ساعات بتبقى الدنيا بسيطة طالما أنت قررت إيه اللي أنت عاوزه من الصوت بالضبط. الDoff تعالوا نشوف إيه اللي حصل فيه. الin console ما فيش filtration يبقى إحنا استخدمنا saturation بس. بعد كده عندنا EQ طبعًا ال100 دي كانت رهيبة مع الخط بتاع البيز ومع الkick كمان، ووطيت منطقة كمان. كل الEQs دي يا جماعة ممكن يبان شوية إن هي عنيفة، بس المهم في الآخر النتيجة زي ما أنتم سمعتوا الموضوع كله مع بعضه. بس هي معمول لها automatic gain compensate يعني لما نقفل ونفتح هنسمع وإحنا واقفين على نفس الlevel. طب وإحنا لسه in solo قررت شوية إن أنا أقلل الsustain بتاعه. هسمعكم لو زودنا sustain إيه اللي هيحصل، واخترنا إيه لأن إحنا مش عايزين نزود بيز عندنا. تعالوا نسمعوا قبل وبعد وبعدها هزود لكم الsustain. والخطوة اللي جاية اللي بسببها كانت الكيك مفتوحة عندنا وكنا سامعين صوتها إن إحنا كنا عاملين سايد تشين ما بينه وبين الكيك. كل ما الكيك تشتغل هو يفضي الفريكوينسيز المهمة فيها زي ما هتشوفوا دلوقتي. شفتوا لما قفلت الميكس اللي حصل على الكام تراك اللي احنا اشتغلنا عليهم الدنيا بقى شكلها عامل ازاي. بعد كده عندنا دوف تك تعالوا نسمعها لوحدها ونشوف ايه اللي معمول فيها. دخلنا بالان كونسول، ان كونسول عملنا فلتر لغايه 100 وجينا هنا عملنا كيو تاني، وفي كونسول 1 اخترنا طيب ايه يبقى احنا ما زودناش فيها اللو. تعالوا نسمعها قبل وبعد. زي ما قلت لكم كل ده بيسيب حاجات سبيس لحاجات تانية مهمة جدا زي الهايهات وهكذا، وزي مثلا الطبلة بتاعتنا هي برايت وبتلمع وماسكة الأجزاء اللي أنا طفيتها شوية في الحاجات اللي فاتت. تعالوا نشوف لو جينا نقفل الميكس اللي احنا عملناه على كله، بس عايزين نركز في السمع على الطبلة ايه اللي يحصل في الصوت بتاعها. خدتوا بالكم لما فتحت الميكس المعمول على كل التراكات اللي فوق الطبلة بقت واخدة المكان بتاعها وبقت بريزنس ومبقوش بيتخانقوا معاها. طبعا نشوف الطبلة ذات نفسها ايه اللي حصل فيها. بعد كده عندنا فلتر لغاية 100 وبعدين عندنا our lovely EQ شوية الشيب بشكل مختلف زي ما قلت لكم. المناطق اللي انا كنت عمال اقللها عشان سايبها لحاجة تانية اهم عشان الطبلة تبقى منورة وبتلمع في الجزء ده. كل الحاجات اللي انا زودتها كنت شايف ان هي فيها ضعف. دي نوتشز يعني هيبقوا صفافير، ودي دايناميك يعني ما قررتش ان انا اشيلها طول الوقت، قررت ان انا اشيلها ايه على حسب الطاقة اللي جاية منها. تعالوا نسمع قبل وبعد الاكيو دوت. بعد كده في كونسول 1 اخترنا طيب ايه ما زودناش اللو، بي هنزود اللو، سي هنقص اللو، ميد ايه اكتر واحد متوازن بس بيدينا سنة ساتوريشن بسيطة كده. لو جينا نبص هنا بقى هنلاقي ان في كومبريسور احنا استخدمناه بس انا ما استخدمتش بتاع الاس اس ال سوفت تيوب. عندنا الميكسر اللي هو ال 4000 اي بدلته ببرو سي 2 السيتنج زي ما انتم شايفين، وهنا استخدمت بولتك. اللي عملته في البولتك ان انا زودت عند 10000 3 درجات. تعالوا نسمع قبل وبعد هنلاقي ان الداينامكس فيها بترقص ما كانتش ثابته مع التراك ولا هي غامقه شويه.
قربت شوية، بقت زي ما بنقول كده in your face وما فيهاش أي مشاكل أو تخبيط من أي حاجة، بس كان الأهم عندنا في الخطوة اللي فاتت إن إحنا إيه، فضينا لها في التراكات اللي فوق. بعد كده عندنا الهاي هات، عندنا لين كونسول، عملنا إيه، فلترنا لغاية 200، بس هو ده يا جماعة حنين أوي، يعني الفلتر بتاعه مش عنيف. شيلنا المنطقة دي، يبقى إحنا كنا سامعين إن هي فيها، وعملنا كام نوتشز في حاجات كانت سفافير. الكونسول 1 موجود على تايب A وشكرا، ما عملناش حاجة تاني. تعالوا نسمع الاي كيو دوت. يعني بعدنا عن ان يحصل اي هرش او بيلد اب في الحتة دي يخليها تبقى مزعجة عندنا. بعد كده كان في عندنا توم، تعالوا نشوف لو لعبوا مرتين ورا بعض. اوكي، مرة واحدة ولا اتنين، اوكي ماشي. تعالوا نسمعها من الجزئية دي عشان فيها لعب اكتر. ان كونسول عندنا فلتر خفيف لغاية 33. بعد كده عندنا كيو ما عندناش فيه حاجة. بعد كده عندنا كونسول 1، اخترنا الساتوريشن يبقى A من سوفت تيوب تيب A وخلاص. تعالوا نسمع قبل وبعد. هنا كان في حاجة تانية عاملينها، ان انا كنت مستخدم فلتر بتاع الهاي اند شيلد منها هاي، كنتش محتاجها عندي. تعالوا نسمعها كده ان كونتكست قبل وبعد الميكس. يعني كان التوب اند الكتير دي كانت مضايقاني، كنت شايف ان هي لما تتقفل هتدي التركيز للودن تبقى مور بريزنت ومركزة اكتر مع الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها فوق.